صباح الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل في اي اف ام سبور. بعد شويه باش نحكيو على المسابقات الافريقيه. تاهل نادي رياضي صفاقسي البارح الى دور المجموعات في كاس الكاف. كذلك اليوم مباراه الاتحاد المنستيري والرجاء البيضاوي، لكن البدايه بالموعد مع الحدث الهام اللي ينتظر فيه ملايين من احباء النادي الافريقي. اليوم نهار 21 فيفري 2021 موعد الجلسه العامه الانتخابيه وموعد الانتخابات ومناقشه التقارير الماليه والتأديبية. اليوم النادي الافريقي باش يكون مع موعد مع التاريخ، باعتبار انه انطلاقا من 5:30 ولا 6 متاع العشية باش نتعرفوا على رئيس جديد باش يرأس النادي في الفترة القادمة، في ال4 سنوات القادمة، واللي باش يكون على رأس النادي وهو يوسف العلمي مبدئيا، اللي باش يكون الرئيس عدد 28 في تاريخ النادي الافريقي. نعطيكم البرنامج كامل اليوم بالنسبة للجلسة العامة الانتخابية 8 متاع الصباح باش تكون عملية فتح التسجيل. العملية من المفروض تنطلق حاليا وباش تتواصل عملية التسجيل إلى حدود منتصف النهار. مع نص النهار انطلاق عملية التصويت، وعملية التصويت تتواصل حتى لل4 متاع العشاء في صورة توفر النصاب القانوني، وفي صورة عدم توفر النصاب بطبيعة نحكيو على 50% زائد 1 تؤجل عملية التصويت بساعة وتولي تنطلق مع ماضي ساعة وتوفى مع 5 متاع العشية وقتها الانطلاق في عملية الفرز. نذكروا انه قائمة وحيدة موجودة في السباق الانتخابي، قائمة السيد يوسف العلمي مع الاعضاء مهدي الغربي، حامد مبارك، رشيد زمرلي، مصفى نابولتان، شهاب الغزواني، سامي القاضي وعلي اعلولو. ونذكروا بآخر 10 رؤسات ولاو رئاسة النادي الافريقي موسم 94 حتى 96 سيد حمودة بن عمار، 96 97 سعيد ناجي، 97 حتى 2000 شريف بن لامين، من 2000 حتى 2002 فريد عباس، ثم مرة أخرى شريف بن لامين من 2002 حتى 2006، من 2006 حتى 2010 كمال يدير، مرة أخرى شريف بن لامين يتولى رئاسة في 2010 بشكل وقتي، ثم من 2010 إلى 2012 جمال العتروس، 2012 2017 سليم الرياحي، 2017 2018 وقتيا مروان حمودية، ومن 2018 تحديدا من جوان 2018 حتى 2021 الرئيس عبد السلام اليونسي. دونك من انتخابات النادي الافريقي نحكيو على المسابقات الافريقيه. نادي رياضي صفاقسي تمكن من المرور وتاهل لدور المجموعات من كاس الكونفدراليه الافريقيه البارح. دونك كان تعادل هدف مقابل هدف في تنقل كيغالي في رواندا امام ايس كيغالي في اياب الدور التمهيدي المكرر من كاس الكونفدراليه. الفريق الرواندي كان بادر بالتسجيل في الدقيقه 44، ومهاجم النادي رياضي صفاقسي في راس الشواط عدل للنتيجه في الدقيقه 60 من زمن المباراه. دونك 1-1 نتيجة البارح، ونتيجة الذهاب في المهيري 4 أهداف مقابل 1 للسي اس اس تسمح للنادي الصفاقسي للمرور دون إشكاليات نحو دور المجموعات. وهذا المدرب الفريق نسبه للبان شنو اللي يعلق على تعادل فريقه البارح وعلى التأهل إلى دور المجموعات. تغييرات كبيرة بارابور على الأقل الناس متعودة بيه. شفنا سولا وإيدو كانوا برا وما شاركوش. شفنا يعني ثم تورنوفر قاعد يصير سيرتو في وسط الميدان. كل ماتش قاعدين نغيروا بالثلاثه لاعبين لانهم اكثر ممكن لاعبيه سوليسيتي واكثر من لاعبيه تجري. يلزمنا نتعاملوا مع الوضع، وضع مو سهل. كل 3 ايام مباراه، اضافه لفواياجات سيرتو الافريق طوال وبعاد ومرهقين. النادي الصفاقسي الحاجه الباهيه انه في هذا الكل حققنا الهدف نتاعنا وباش نترشحوا، عارفين من الاول كيفاش يلزمنا سو كومبورت مع المباراة كيما هذه في الافريق. اخترنا انه نستناو الفريق المنافس ونلعبوا على لي كونتر اتاك اللي الحمد لله في الشوط الثاني نجحنا، سجلنا وكنا نجموا حتى نروحوا بالانتصار. على كل ليسونسيال حققناه والترشح. يلزمنا من الليله ممكن بعد هذا الفواياج الطويل هذا ان شاء الله ابارتير من غدوه الحي او بعد غدوه النادي الصفاقسي يبدا يجهز نفسه للمباراه القادمه في البطوله التونسيه ان شاء الله. هذا اذن المدرب انيس بوجلبان مدرب النادي الرياضي الصفاقسي. برافو ومبروك للسي اس اس. اليوم الاتحاد المنستيري في مهمه اكثر صعوبه، يستضيف الرجاء البيضاوي المغربي في ملعب مصفى بن جنات في المسير. نتيجه الذهاب في المغرب هدف مقابل 0 في ملعب محمد الخامس في كازابلانكا. والاتحاد المنستيري مطالب بالعوده وبتسجيل اقل شيء 2 أهداف من اجل التاهل للمباراه الصعيبه رغم بعض الغيابات في صفوف نادي الرجاء منافس الاتحاد المنستيري. ومهمه كمان ماهيش مستحيله
الليلة، وهذا ما أكدوا مدرب الاتحاد المناسيري لسعد جردة في ميكرو اي اف ام. ما يلزمناش نضربوا، ما يلزمناش نوفر روحنا لقدام، وما يلزمناش نكونوا مانيش واقعيين ونحبوا نلعبوا الاتاك ونحبوا نماركيو في وقت. انا شفت الرجاء البيضاوي جمعيه كبيره ياسر في كونتر اتاك نتاعهم، الباس بالمليمتر في الساق. دونك لازمنا نعرفوا، انا ما نحبش نقول لازمنا نصبروا، اما لازمنا نكونوا واقعيين في التيران، ولازمنا ما نخليوش السباس الملاعبيه سيرتو يلعبوا لي باس وبروفوندور شيء كبير ياسر. انا برشا يقولوا ان الرجاء تلعب خارج المغرب خير من تلعب في المغرب. الحاجات هذوما ما نمشيش بهم، على خاطر لعبنا 23 ماتش اليوم في المستير من اللي انا شددها 23 ماتش، ونقدر جيت روح ماتش 2 ماتش كونتر اسبيرونس وماتش كونتر ليتوال. لكن اذا نلعبون هذه مايك ليتوال، هذه مايك اسبيرونس اللي توانسه ونعرفوا بعضنا. هذه الرجاء جمعيه فريمون تكنيكمون كويسين ياسر، لكن عندهم نقاط الضعف نتاعهم وشفناهم الكل في المغرب. دونك اليوم الاتحاد المناسيري والرجاء البيضاوي انطلاقا من ماضي ساعتين بالتوفيق ان شاء الله للاتحاد المناسيري. بالنسبه لممثل تونس الثالث في المسابقه هذه نجم رياضي ساحلي، المباراه كما سبق وحكينا سابقا لن تقام اليوم في انتظار المآل نتاعها وكل تفاصيل القانونيه المتعلقه بالمباراه هذه. نحكي بالطبيعه عن نجم رياضي ساحلي ونادي يونغ بوفالوس الاسوانتيني. الفريق هذا ما تمكنش من مغادره جنوب افريقيا بسبب القيود اللي تفرضها السلطات التونسيه لمواجهه انتشار السلالة الجديدة والخطيرة من فيروس الكورونا اللي موجودة في جنوب افريقيا. كما قلنا دونك مآل المباراة حاليا مازال ماهوش معروف من جوانبه القانونية، لكن مؤكد انه المباراة اليوم لن تقام بين النجم الرياضي الساحلي ويونغ بوفالوس. في الشامبيونز ليج الترجي الرياضي التونسي يتوجه اليوم نحو العاصمة الجزائرية الجزائر نهار 3 باش يواجه نادي مولودية الجزائر في اطار الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس رابطة الأبطال الإفريقية. المجموعة كاملة حاضرة اليوم في التنقل هذايا. ما فما كان غياب وحيد هو غياب الحارس معز بن شريفي اللي مع الأسف نتائج التحاليل الثانية للكوفيد كانت إيجابية بالنسبة لبن شريفي. بالنسبة لبقية الملاعبية الكل جاهزين وحاضرين على ذمة الإطار الفني. نتائج التحاليل نتاع البي سي ار الكل طلعت سلبية. كذلك بالنسبة للإصابات محمد علي بن رمضان وغالين الشعليلي مبدئيا جاهزين وعلى ذمة الإطار الفني باش يتوجهوا إلى الجزائر مع زملائهم. نحكيو على الميركاتو الأولمبي البيجي تعاقد مع لاعب النادي الإفريقي الجزائري إبراهيم الفرحي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة. هذا بالطبيعة في انتظار إمكانية تأهيله خلال الميركاتو القادم مع النادي الإفريقي لو تم رفع عقوبة منع من الانتداب. لاعبي آخر نحكيو عليه انتقل إلى صفوف نجم المتلوي قادم النادي الإفريقي 6 شهور إعارة وهو شمس الدين انغير. كذلك مستقبل الرجيش أعلن عن تعاقده مع لاعب آخر مع النادي الإفريقي وهو جزائري آخر نحكيه على هشام الشريف الوزاني في شكل إعارة حتى نهاية الموسم. كذلك في الميركاتو الاتحاد الليبي أعلن عن تعاقده مع لاعب النادي الإفريقي سابقا ومتوسط الميدان السابق لنادي ضمك السعودي غازي العيادي في صفقة انتقال حر. غازي العيادي قام بكل الفحوصات الطبية مع النادي الليبي بنجاح وانضم بشكل رسمي. الملعب التونسي أعلن كذلك البارح عن انضمام المدافع فخر الدين الجزيري لصفوفه لمدة موسم ونصف. الجزيري المدافع سابق للنادي الافريقي وكذلك النادي الرياضي البنزرتي. في المقابل تم فسخ عقد المدافع حسام بنينة والاتفاق على القطيعة بالتراضي ما بين زوز أطراف. في الهاند لاعب المنتخب الوطني مصباح الصانعي أعلن اعتزاله لاعب دوليا في تدوينة كان شارها البارح في الليل على حسابه في الفيسبوك لأسباب مبدئيا حسب الملاعب هي عائلية حسب ما أعلن لاعب المنتخب. نكملوا اخبارنا بخارج تونس. اهم المباريات اليوم في البروجرام الجوله 25 من البريمير ليج في الانجلتير مع ماضي ساعه ويست هام يونايتد يستضيف توتنهام، مع ماضي 3 استون فيلا ليستر سيتي. 5:30 ماتش كبير ما بين الارسنال ومانشستر سيتي. البارح قمه الجوله وديربي الميرسيسايد ما بين ليفربول اللي انهزم 2-0 في ميدانه امام ايفرتون وهو اول انتصار لايفرتون في الانفيلد وهو ملعب ليفربول منذ 22 سنه كامله وتحديدا من عام 99 ما فازش ايفرتون على ليفربول في الملعب متاعه. كذلك اليوم في اسبانيا جوله 24 من لا ليغا مع ماضي ساعتين برشلونه قادش 9 اتلتيك بيلباو وفيا ريال. وفي ايطاليا ديربي ميلانو ما بين الانتر وميلان مع ماضي 3 في سانسيرو. نحكيو على الجوله 23 والانتر حاليا متصدر ب50 نقطه وميلان موجود في المركز الثاني برصيد 49 نقطه.
كانت هذه اي اف ام سبور. موعدنا جاي ان شاء الله باش يكون ساعتين نتاع القائله ديما اكثر اخبار موجوده متواصله على سيت اي اف ام.ان. تو تبقاو في الماتينال ويكاند مع راجح سنكير. اي اف ام سبور مع